السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. حلقة من احلى الحلقات اللي بحبها، لان زي من الناس اللي عارفاني ومتابعيني على القناة عارفة ان انا بحب جدا الصوتيات والفونكس اكتر من القواعد والجرامر. فانا يعني بحب قوي حاجة اسمها فوناتكس، لان معتقدة ان الانجليش كله مبني على ان ازاي تعلم ابنك ينطق مش يحفظ. فالنهاردة هنبدأ الدرس بتاعنا أو الفيديو بتاعنا بقاعدتين اتنين في الصوت بيدوا نفس الصوت. ايه هما بقى؟ بس خلينا الأول نقول ان احنا شغالين من كتاب المعاصر منهج كونكت، المنهج الجديد 2023، وان ده الدرس السابع. تمام كده؟ طيب ايه بقى هو بقى القاعدتين اللي عندنا النهاردة في الصوتيات؟ اول حاجة ان الاو بنطقها او بنطقها او. طب النهاردة هنطقها او عشان جاي وراها حرف تاني متحرك واللي هو الاي. الاتنين دول حرفين متحركين، ولما بيجيلي حرفين متحركين ورا بعض لازم اقول اسم الحرف الاولاني، اسم الحرف. فمش هقول صوته، مش هقول هقول او. طب وده بقى هنطقه ايه؟ يبقى اوي. اوي. تعالوا نشوف كده. ك ك كوي كوي كوين، العملة الفضية اسمها كوين. كوين يعني ايه؟ زيت. بصوا يلا، اوي اويل. اوي اويل يعني ايه؟ تربة. سوي سويل. سوي سويل يعني ايه؟ يشاور. بوي بوين بوينت. بوي بوين بوينت. طيب كمان انا عندي الاو برضو بنطقها او، وبرضو هيجي وراها ايه، يبقى او اوي. اوي يبقى الاو لو جه وراها اي، والاو لو جه وراها واي بنطقها اوي. بنطقها ايه؟ اوي. يلا بينا كده. بوي ولد. توي لعبة. هي دي القاعدة اللذيذة الجميلة كانت عندنا النهاردة في الصوتيات، وبكده تكون خلصت والدرس السابع أصلا خلص. ده الرايتنج كورنر بيدينا الكلمات اللي قرأناها سريعا كده. كوين اويل، التربة اسمها سويل، يشاور يعني بوينت، ولد يعني بوي، واللعبة اسمها توي. تمام كده. نيجي بعد كده بقى على الاكتيفيتيز، سهلة جدا لان هي كلها اصلا ايه مع الكلمات، مفيش اي حاجة خالص. وهنا طبعا هتوصل، هتحط الكلمة. الدرس الثامن بقى عندنا بيتكلم على قاعدة كمان، انا قلت لك ده مليان قواعد الكتاب ده. طيب الدرس التاني بيتكلم على قاعدة ايه؟ بيتكلم على قاعدة made of. made of واللي معناها مصنوع من. made of. فانا عندي هنا بيديني مع ماتي materials. material مادة. materials جمعها مواد. materials. اول كلمة بيديها لي واللي هي بلاستيك بالعربي، هيها بلاستيك بالانجلش. بلاستيك. بعد كده بيديني الحاجات المصنوعة من الحديد، معادن اسمها ميتال. ان في حاجات مصنوعة من الازاز. جلاس. في حاجات مصنوعة من الورق زي الكتاب. paper. اسمه ايه؟ اسمه paper. بيبدأ يديني الحاجات المصنوعة من البيبر الورق، زي البوك الكتاب، النوت بوك الكراسة، أو البيل العملة الورقية. الحاجات المصنوعة من البلاستيك زي رولر مسطرة، باج الشنطة البلاستيك اللي نجيب فيها الحاجات من السوبر ماركت. الميتال ايه؟ الميتال مصنوع منه ايه؟ كان اللي هي كنز، العلبة اللي فيها العصير، او البوت حلة بوت. ايه الحاجات المصنوعة من الجلاس الازاز اللي هو ويندو الشباك، وكمان الكوباية اسمها جلاس. ده كلمة made of. يلا بينا بقى نشوف الاكتيفيتيز الانشطة. ولكن قبل الانشطة انا كنت مفكرة الكتاب ده عامل جمل على كلمة made of، مفروض يكون فيه جمل. فاحنا هنا هنعمل جملتين مثلا، لازم نعرف طريقة كتابة الجمل. فأنا مثلا هقول the book الكتاب، لأن هو كتاب واحد. is يكون. لو بوكس كتيرة كنت قلت are. made of
يعني ايه كلمة made of؟ مصنوع من ايه بقى؟ ايه؟ paper. يبقى the book، وطبعا هحط في الاخر فول ستوب. the book الكتاب is يكون made of مصنوع من paper اللي هو الورق. حاجة تانية اقول the pot الحلة، وعشان هي واحدة هقول برضو is. مصنوعة من قلنا اسمها ايه؟ made of. الحديد اسمه ايه؟ metal. the pot is made of metal. يبقى أول حاجة the book الكتاب is made of مصنوع من paper. the pot الحلة is made of مصنوعة من metal. ده كده جملتين عشان بس يعرفوك ازاي نعمل جملة بكلمة made of. بعد كده عندي بقى الاكتيفيتيز اللي هي الأنشطة على lesson 8 اللي هو الدرس الثامن. هنا الكوين is made of مصنوعة من طبعا metal، فعامل circle على كلمة metal. شوف كل حاجة made of ايه مصنوعة من ايه واعمل عليها circle. هنا بعد كده هعمل read، هقرأ الجملة واشوف الحاجة. هنا بيقولي a bag الشنطة is made of مصنوعة من plastic، اهي بلاستيك عامل circle عليها. يلا بينا بعد كده. هنا اعطيني ميتال ولا بلاستيك؟ لا طبعا ده ميتال، فاعمل تيك يس على كلمة ميتال. كل حاجة اعمل ايه مصنوعة من ايه. درسنا النهاردة بيتكلم على كلمة made of. هرتب الكلمة، كلمة glass، كلمة paper، كلمة ميتال، وبعد كده هعمل copy، هكتب الكلمة زي ما هي ولكن بحسن الخط فيها. فانا النهاردة اتفقنا بنتكلم على قاعدة made of، يعني خلي بالك كلمة off مش off، بنطقها of بالفي مصنوع من. enjoy بقى و learn و color واعمل كل اللي نفسك فيه. هنا بعد كده عندي review يعني مراجعة على الوحدة التامنة كلها. خلينا بقى نعملها سريعا مع بعض، اللي ما شافش الوحدة او ما ذاكرهاش معايا في الريفيو ده. paint brush اللي هو فرشة، colored pencil القلم الملون، scissors المقص، ruler المسطرة، notebook الكشكول أو الكراسة، calculator اللي هو الآلة الحاسبة. دي كانت الكلمات الموجودة. بعد كده كان ايه عندي القواعد الموجودة عندي. لما أقول لحد are there هل يوجد، يا إما يقول لي yes there are يا no there aren't. طب لو موجود هقول له how much بكام، فيقول لي الرقم 37 pounds 37 جنيه 37 pounds. بعد كده اخدنا قاعدة النطق واللي هي كانت لو الاو جي وراها اي او جي وراها واي بنطقها اوي. زي الكلمات دي oil coin boy toy. اخدنا درس كمان في الوحدة دي عن الماني الفلوس money، وقلنا الماني is very useful مفيد in our world في العالم بتاعنا. قلنا we use احنا بنستخدم money الفلوس to buy عشان نشتري things أشياء. قلنا the pound الجنيه is the currency قلنا currency العملة of بتاعت Egypt اللي هي مصر. وطلعنا كده بكام قاعدة صوتيات ان حرف الاو واليو بننطقهم او، زي كلمة pound. وطلعنا كمان بقاعدة ان اليو بننطقها لوحد كده، حرف اليو مش جاي معاه اي فاول تاني او حرف شقي زي تاني، فهقوله اس. طب هنا حرف اليو بصوا كده على الكلمة دي جه معاه حرف شقي تاني في الاخر اللي هو الاي. ايه اللي هيحصل؟ هتساعد صاحبتها تقول اسمها اسم الحرف، فهقول يو، وقلنا الاس هنا هننطقها الزد فتبقى يوز يستخدم يعني يوز يبقى دي اس دي يوز. وقلنا الاو اليو او. حد فاكر قواعد تانية خدناها اهي؟ بصوا كلمة او يو او اور. قلنا باوند يعني جنيه. طب لو هجمعها هكتب باوند واحط اخرها اس تبقى pounds.
اتفقنا ان are there بنجاوب عليها يا اما ب yes there are يا اما no there aren't. احط are واحط جنبيها not not يبقى aren't. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جاي مع الوحدة الجديدة بالقواعد اللي فيها والكلمات وقواعد الصوتيات والجرامر كمان. باي.